النبوة نغمس كمت النبو سرو نغمس كمت النبوة جا نغمس كمت النبوة جا سخرو نغمس كمت النبو نغمس كمت النبو تجات نغمس كمت النبو شفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم النهاردة بفيديو جديد. عندنا كاسة رود ستار زي ما احنا شايفين كده. هنبدأ نشوف مع بعض مشكلة الكاسة ده. هنبدأ نوصل باور. الكاسيت كده شغال نظامي، مفيش فيه اي مشكله. مشكله الكاسيت ده الوحيده ان ما بيشغلش فلاشه اليو اس بي. وطبعا ده فيه اسطوانات، ده كاسيت سي دي بلاير. الراديو الوحيد هو اللي شغال، ده صوت الراديو. لكن لما بتحط فيه فلاشه بيبدا يحس بالفلاشه وبيعمل لود، لكن ما بيقراش الفلاشه. طبعا تتبعنا رجول الفلاشه بالقاعده لحد وصلنا لحد المعالج، فاكتشفنا ان في مشكله في المعالج بتاعه. طيب عطل زي ده هنعمل فيه ايه؟ الكاسيت رود ستار ده لو خلعت دايره السي دي روم منه او دايره السي دي منه، الكاسيت بيعمل حمايه. الصوت يشتغل ثواني ويجي فاصل معاك، الصوت يشتغل ثواني ويجي فاصل معاك. يبقى اذا لازم دايره السي دي تكون راكبه فيه. عشان نعدل الكاسيت ده هنبدأ نحوله لبلوتوث بالمديول الجديد ده. ده مديول بلوتوث جديد، ده أول مرة نركبه وأول مرة نستعمله، لأن العميل طلب مني إني أشغله على البلوتوث. قلت له مش هيبقى فيه فلاشة والكلام ده كله، قال لي أنا عايزه بلوتوث فقط لا غير. فهنبدأ نركب المديول ده على الكاسيت. فالفيديو ده مهم جدا، إن أنا هنشرح لك إزاي توصل مديول البلوتوث على الراديو من غير ما يظهر عندك صوت وش، يبقى الصوت نقي جدا معاك. خليك معايا. هنبدأ أول خطوة نعملها، هنبدأ نفك الكاسيت. أنا عندي وحدة التحكم في الظهر أو البورد والمعالج والحاجات دي كلها في الظهر. لو احنا بصينا هنا في كلها كباري، لأن العميل كان موصل في مرة الباور أو موصل كهرباء مكان السماعات ففحم التراكات. نركز كويس جدا 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 مع الحاجة دي. هنبدأ ندخل تحت الميكروسكوب عشان الشرح يكون واضح معاك. خليكم معايا. هنجهز الموبايل نوجهه على الميكروسكوب ونرجع لكم تاني. انا عندي هنا، طبعا رجعنا لكم بعد ما عدلنا الموبايل بتاعنا. انا عندي هنا مكتوب على البوردة FM AM، دي دايرة الراديو اللي هي شغالة حاليا. تمام، دي كده دايرة الراديو، دايرة الاف ام او الاي ام اللي شغالة حاليا معايا. هنمسك الجفت بتاعي وهنبدأ نمشي على الرجول بتاعتي. نركز كويس جدا. هنبدأ نلمس على الرجول دي كده، كل رجل لوحدها مستقلة. خدنا بالنا من اللي حصل؟ خدنا بالنا من اللي حصل؟ كده احنا حاسين عندنا ان في صوت ذبذبه حصلت معانا في دايره الراديو. واخدين بالكم؟ شايفين؟ يبقى اذا الرجل دي هي رجل الاوت من دايره الراديو. الرجل دي لما انا بنلمسها كده بيحصل تشويش معايا. الرجل دي هي رجل الاوت اوديو او خارج الصوت. تمام، لو تتبعنا الرجل بتاعتنا هنتوجه
او لو ما انتش عارف توصل لدايره الراديو عندك في الكاسيت، ممكن تتوجه للاي سي ده. الاي سي ده اسمه اي سي تي ام 2313. الاي سي ده عليه دخول الصوت من الراديو اي ام اف ام يو اس بي او ام بي 3. يعني ده يعتبر مجمع لاماكن تشغيل الكاسيت، سواء فلاشه او راديو او اسطوانات. الصوت بيدخل معانا على المكثفات دي. فهنبدا على الاي سي ده كده، نروح على المكثفات اللي جنبه ونبدا نلمس. مفيش اي تغيير. لاحظ معايا هنا كده في تغيير على المكثف ده. تمام. هنروح على المكثف اللي بعده، انا عايز اعلى صوت. مفيش. لاحظ كده، اسمع معايا. سامعين؟ على المكثف ده في تكبير معايا. اذا الدخل بتاعي او دخل الصوت هيكون على الاي سي ده، على المكثف ده، اسف. دخل الصوت هيكون على المكثف. لو تتبعت التراك بتاعه ماشي معايا اهو، اهو على مقاومه، المقاومه ماشيه داخله معايا على الرجل دي. تمام. يبقى اذا رجل التكبير. هنعمل ايه؟ طبعا العميل هيستغنى عن الراديو، هو مش محتاج راديو اصلا، لان طبعا هنا عندنا محطات الراديو ضعفت، ما عادش بتجيب ارسال. هنبدا نرفع المكثف ده من مكانه. ده مكثف الاوديو ان او داخل الصوت للواحد. كده انا رفعت المكثف اهو. هنبدا نشغل الكاسيت بتاعي تاني ونتاكد ان انا رفعت الاوديو ان بتاع الراديو. كده انا شغلت والصوت عالي على الاخر، ووش الراديو او صوت الراديو اختفى معايا. لو انا جيت هنا كده وعملت، اذا هنا رجل التكبير. طيب هنبدا نجيب دايره الام بي 3، وطبعا دايره الام بي 3 اختفت حاليا. ايوه هنا. هنبدا نتوجه لدايره الام بي 3، دايره البلوتوث، اسف. هنركن الراديو ده كده على جنب. كده انا عرفت هوصل مدخل الصوت بتاعي فين. ده كده دايره البلوتوث. دي دايره جديده نازله زي ما احنا شايفين كده. انا عندي هنا 1 2 3 4 5. عندي هنا ترانزستور 71 36. يبقى اذا ده بياخد 12 وبيطلع لي 5، فانا هنديله 5. هنروح على الناحيه الثانيه من البورده. هنكتشف هنا المكتوب عندي على البورده ارضي، جي ان دي يعني ارضي، في ان يعني مدخل الكهرباء او مدخل الباور، ال اوت خارج صوت، جي ان دي ارض الصوت، وار اوت خارج الصوت التاني. يبقى انا عندي ارضي وكهرباء، مخرجين صوت يمين وشمال، والارض بتاعها. هنبدا نجيب السلك بتاعي ونبدا نجهز الدايره. انا هنا جهزت 4 سلوك. انا عندي هنا 5 مداخل، عملت 4 سلوك بس. انا عملت 4 سلوك ليه؟ لان عندي الارضي مشترك. الارضي مشترك، فهيبقى سلك واحد كفايه جدا عليه. هنبدا اول حاجه نوصل السلوك بتاعتي في البورده. انا هنا عندي الباور او الكهرباء. نبدا نلحم الباور المنظر ده كده. تمام. محتاج الارضي. كده انا خدت الباور والارضي. محتاج صوت يمين وصوت شمال.
هنبدأ نوصل صوت يمين وصوت شمال. بالمنظر ده كده. تمام. تمام كده انا جهزت البوردة بتاعتي. ما تستعجلش في الشغل. انا خدت صوت يمين وصوت شمال، ادي كده جنب الصوت، وادي الارضي. وزي ما اتفقنا على الارض ده، الارض هنا مشترك مع الارض ده، هيبقى ارض واحد كفايه على البوردة. وادي الباور. كده انا اخدت الاربع سلوك بتوعي، وهنبدأ نتوجه. هاتلي الكاسيت. هنبدأ نتوجه على الكاسيت ونشغل. كده احنا هنتوجه على الكاسيت ونشغل. كده الكاسيت شغال معانا، نتأكد. تمام. هنبدأ. انا محتاج 5 فولت للدايرة بتاعتي. هنبدأ ندور على جهد ال5 فولت. طبعا هنجيب جهد ال5 فولت منين؟ مش هنلف كتير على البورد، هنتوجه على طول على الشريحة بتاعة البانل، لأن أنا عندي اليو اس بي في الشاشة الأمامية ومتصلة هنا بسلك شيلد على الشريحة دي. يبقى إذا هنتوجه على الشريحة دي ونبحث عن 5 فولت. أدي 10، لأ 3 و3. هنمشي معاها بشويش كده لحد لما نكتشف. أيوة، أنا عندي هنا 5 فولت موجودة هنا. طيب تمام. هنبدأ نطفي الكاسيت. ال5 فولت لسه موجودة معايا. كده ال5 فولت اختفت. تمام. نبدأ نشغل. انا هندور على بوينت يكون فيه الفولت بيختفي معايا. كده تمام. 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 ادي هنا مكان ال5 فولت. لو عملنا باور اوف، جود باي، يلا. كده تمام. تعالى لي هنا يا عم. تعالى لي على الميكروسكوب. حط الميكروسكوب ورا. طفي الموبايل، افصل وعدل لي الموبايل. انا تتبعت ال5 فولت. هنا الرجل دي عليها 5 فولت. يبقى اذا هنبدأ نوصل 5 فولت تغذية الدايرة بتاعتي من الرجل دي. تمام. هنبدأ نلحم 5 فولت بتاعتي في المكان ده كده. هنبدأ نجهز. ما نستعجلش. نحاول نشتغل بشويش. ادي هنا ال5 فولت اهي. تمام. كده انا اخدت ايه؟ اخدت ال5 فولت ووصلتها هنا.
الارضي طبعا اشهر من نار على علم. اي مكان في البورده ده ارضي، يعني اسف، اي مكان مع مسمار بيربط مسمار ولا حاجه ده ارضي. ثانيه واحده عشان هنعمل تعديل بسيط. هنعدي بس السلوك من الناحيه الثانيه عشان تبقى المديول داخل الكاسيت من جوه. ايوه كده. تمام، انا كده ظبطت شغلي وظبطت حالي. ركبت المديول من الناحيه الثانيه وعديته من فتحه هنا اهي زي ما احنا شايفين. المديول راكب في الناحيه الثانيه وعديت السلوك من هنا. هنبدا اول حاجه نعملها، هنبدا نلحم رجل ال5 فولت بتاعتي. هنتوجه على مكان رجل ال5 فولت بالمنظر ده كده. ده مكان ال5 فولت. تمام، نتأكد ان الرجول بتاعتي ملحومة كويس. عشان مفيش حاجة لمست. ايوه، انا محتاج كده ارضي. الارضي هنلحمه فين؟ هنركبه فين؟ هنيجي على اي مسمار، ده مسمار. تمام، المسمار ده البورده بتاعته كلها ارضي، فهنيجي على اي بوينت هنا كده. وطبعا لو عايز تتاكد على وضع الصفاره هتثبت على البوينت ده مع جسم الكاسيت هيدينا صفاره. يبقى اذا ده الارض بتاعي، البوينت ده كده هيبقى الارض بتاعي. هنبدا نثبت الارضي. تمام، كده انا خدت الارضي وخدت الباور. هيتفضل لي صوت يمين وشمال. هنبدأ نربط سلكين الصوت نتوجه مكان المكثف اللي احنا فاكرينه اللي احنا رفعناه، اللي هو ده مكان المكثف. نبدأ نجهز البوردة بتاعتي كويس. احط تسجيل كويس على السلك بتاعي. تمام، نبدأ نتوجه هنا كده، ناخد فردة الصوت بتاعتي زي ما احنا شايفين كده. انا وصلت فردة الصوت بتاعتي، مكان هنا نضيف.
كده فاضل لنا، تعالى هنا يا عم باب الموبايل. امسكوا في ايدك يا عم، امسكوا في ايدك، خلاص كده. يلا ابدأ. ماشي كده الدايرة بتاعتي عديتها من مكان هنا فاتحة اهي، طلعت سلوكي هنا، اخدت ال5 فولت اللي هي رايحة على تغذية اليو اس بي من على كابل الفلاتة اللي موصل للشاشة الأمامية، اخدت الأرضي من أي جسم أرضي في الكاسيت، ومخرج الصوت أو الأوديو أوت دخلته مكان المكثف اللي خلعته من الأوديو إن بتاع الراديو. هنبدأ نجرب. طبعا للأسف أنا بنصور بالموبايل وما عنديش موبايل تاني عشان نجرب البلوتوث عليه، بس هنبدأ الأول نعمل تيست سريع كده ونتأكد إن الكاسيت شغال معانا ولا لأ. نتأكد إن التوصيلة بتاعتنا سليمة والكاسيت شغال ولا لأ. الحمد لله لقينا حد معدي خدنا منه الموبايل بتاعه. هنبدأ نفتح البلوتوث بتاع الموبايل ده. طبعا دي أجهزة مقترنة عنده، الأجهزة المتاحة جي دي 82 جي. هنعمل ربط. ده أول تجربة. كونكتد تمام. أنا مش عارف عنده حاجة نجرب بيها ولا لأ. طيب عموما اللي انا فاكره من البلوتوث لو عملت اتصال ماشي مثلا 500 ونعمل اتصال ايا كانت الشركة. لا هو في الاتصال ما بي ماشي، لازم اغنية. تيجي منين الاغاني هنا؟ موسيقى ممكن يكون هنا. ما عندوش حاجة ولا ايه؟ طيب طبعا ايه اعدادات فين؟ افصل يا عم. الحمد لله عرفنا نوصل للصوت. زي ما احنا سامعين كده الصوت طالع معانا نقي، مفيش فيه اي مشكلة. تمام. الدايرة الحمد لله اشتغلت تمام معانا. هنبدأ نفصل. ألف شكر. ورجعنا الموبايل لصاحبه. الحمد لله ان احنا لقينا موبايل دلوقتي جربنا بيه. الصوت بتاع الدايرة نقي جدا جدا جدا. سبب نقاء الصوت ان انا مشيت ورا المخطط بتاعي، تتبعت اشارة الراديو، وصلت للمكان الاشارة اللي داخل على اي سي بتاعت تقسيم الصوت او اللي بيحول الصوت على الكنترول، رفعت المكثف ففصلت صوت الراديو عن دايرة صوت الكاسيت بالكامل. وبعد ما رفعت المكثف وصلت الاوديو اوت من دايرة البلوتوث، دخلتها في الاوديو ان للاي سي، فطلع الصوت نقي جدا زي ما احنا سمعنا، مفيش اي تشويش عليه. الدايرة دي اول مرة نجيبها النهاردة، اول مرة نركبها. دايرة مهمة جدا، مفيدة جدا 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 بصراحة، تحفة، وهنشتغل فيها على طول بعد كده. اهم حاجة عشان تمنع التشويش او تمنع صوت الزنة والوش اللي بيحصل معاك، ان انت تمشي
وترفع وتوصل لانضف او انقى صوت معاك في الكاسيت. مكثف ارفعه، حاول تخلي الصوت بتاعك ما فيهوش اي وش. الفيديو ده سهل وبسيط، اي نعم مكلكع شويه لان مفيش موبايل تاني نجرب بيه. اتمنى انكم تكونوا استفدتم، وما تنسناش في لايك واشتراك وتعليق.